أنا هالمرة إذا ربحت بدي آخذ مرتك. هلا أنا بالبداية كنت حابة شاب، كنا أنا وياه بعلاقة كتير حلوة، ضلينا سنتين ثلاثة. بفترة السنتين كانت علاقتنا طبيعية مثل أي اثنين بيحبوا بعض، وفيها حب كتير كان. إجا خطبني وانخطبنا. فبالسنة الثالثة صار وضعه يتغير شوي، يعني مو بس نفسيا ولا بشغلات، صار يتغير بالمادة. فجأة يكون معه مصاري لدرجة إنه نروح على أفخم الأماكن ويجيب لي أفخم الشغلات بالحياة. تاني يوم أو بعد بكم يوم يجي ياخذهم ويبيعهم، يكون مضطر على مصاري. هلا انا للصراحه شكيت انه في شيء ماله طبيعي، يعني انه كيف انت اسبوع معك هالقد مصاري ويوم ما معك ابدا وعم تبيع الشغلات نفسها اللي عم تجيب لي اياها؟ لا، في شيء ماله طبيعي. فما قدرت ضل على هالوضع كتير، صارحته وقال له انه شو احكي لي، يعني بس انه فهمني شو عم بيصير. فقال لي عم يلعب قمار. هلا بالبدايه طبعا كتير عصبت واستفزيت انه شلون عم تلعب قمار وكذا. فبصراحه اقنعني انه هو ماله سوسه، يعني هو بس بيلعب مشان المصاري، مشان يقدر يأمن بيت لنتزوج ونكفي حياتنا. وفعلا انا قبلت، اقتنعت، تزوجنا. شو اللي خلاكي تقبلي؟ ما بعرف، حسيت انه هو فعلا ما له سوسه عنده، يعني ما كتير هالقد عم يلتهي عني. ما له مأثرة على حياتنا بشكل سلبي، يعني لحد هلا هو أمن منا يعني. أمن ببدايته بيت، بعدين رجع عم بيجيب سيارة. هو صح عم بيبيع شغلات بس انه كمان عم يقدر يجيب. بقى لقيته مو سوسة عنده فاقتنعت. بعدين لما تزوجنا صارت تزيد السوسة عنده. ايه، فبعدين صارت الحياة يعني اوكي، نحن مرتاحين على اساس ماديا وعم بيروح شغلات ويجي شغلات وبيجي مال كتير. بس صارت سوسة عنده، صار على البيت يتأخر ليجي. صار كتير في حالات غريبة، احيانا يجيني حتى مدودخ. هلا ما قال لي انه هو عم يسكر، بس انا يعني شكيت كمان انه عم يسكر، مستحيل كله بيودي على بعضه. هلا بالبداية مالي حاسة كنت انه غلطانة، انه عادي. بس اللي خلاني احس اني غلطت انه هو صار بده يقنعني انه يجيب رفقاته يلعب قمار عندي بالبيت، انه يجيب رفقاته يلعب قمار عندي بالبيت. طب يعني هي تخانقنا كتير وتعيطنا على بعض، وهو اكثر الاحيان يحاكيني كان وقت اللي يجي بالليل على البيت يعني سكران، اصلا ما فيني جابه. يعني واحد سكران ما بعرف شو بيطلع منه. فحاول سايرو، قلت يلا يجيب رفقاته على البيت، انا هيك بقعد بالغرفه يعني ما رح تفرق علي. صار يجيب رفقاته على البيت وتزيد جياته ويطولوا بالسهره. بعدين مرة من المرات أنا طالعة من الغرفة رايحة على المطبخ، بس بمرق هيك بسرعة، يعني ما لهم بالعادة يتطلعوا. في شاب من رفقاته صار يتطلع ويتطلع كتير. انتبهت له وخفت بصراحة. فت على الغرفة وسكرت الباب، ما عاد استرجيت حتى اطلع على المطبخ، يعني عطشت بدي مي ما طلعت الشبل، لأنه كل ما أفتح الباب اطلع عليه لا يعني اطلع على الباب، ناطرني لأطلع. خبرتي زوجك؟ خبرت زوجي، بس جوزي ما اقتنع. أول شيء إنه لا ما بيصير وأنت بتكوني غلطانة ومستحيل يكون هيك. أنا عم أقول لك شفته بعيني، طب أنت شوفه المرة الجاية. ما اقتنع. للمرة الجاية لا اقتنع. كيف اقتنع يا حزرك؟ اقتنع لما هو الشخص بذاته طلبني. اقتنع لما هو الشخص بذاته طلبني. لما تاني يوم رجعوا سهروا، وبالسهرة ركزت شوي بالصوت، سمعته عم بيراهن علي، يعني عم بيقول له أنا هالمرة إذا ربحت بدي آخذ مرتك، وإذا أنت ربحت بعطيك كل نص ثروتي مو كل الأول. وهو حدا معه كتير مصاري. طبعا أنا بيني وبين حالي قلت مستحيل، يعني سكران مطفي ما في عقل ما في مخ، مستحيل يقبل، ما في شيء رح يخليه يقبل. بس في كان شك شوي بقلبي انه انا خايفه يكون فعلا رح يقبل. اول شيء عيط وعصب وتخانقوا وكذا، وانه كيف تطلب مرتي وما بصير تطلب مرتي. قلت خي ارتحت. ما في بعد 5 دقائق لا يلا اوكي اتفقنا. انا اللي عم تراهن علي، طب على القليل اسالني. طب قل لي، يعني انت هيك عم تاخذ رايي بكل المواضيع، انت اجيت تقول لي على لعبه القمار واجيت تقول لي انه بدهم يعملوا السهره عنا بالبيت. بس معقوله يعني لهي الدرجه؟ فقلت رح يخسر، رح يخسره هداك، يعني جوزي انا قال يعني عمل حاله رجال انه انا رح اقدر، رح خسرك وهلا شوف كيف انا رح اخذ منك. المصاري عمت على قلبه، عمت على قلبه بشكل ما عاد خليته يشوف قدامه اصلا، ما عاد خليته يعرف مين هو. كان حدا مختلف تماما. بعدين بعد شي ربع ساعة بيخسر جوزي. ولما سمعت هداك عم بيعيط ومبسوط انه خسر جوزي وكذا، وانه خلص مرتك الي بدك تترك لنا البيت. جوزي كان سكران اكثر من قبل، ترك البيت وطلع.
انا ما عرفت انه ترك البيت، انا فكر جوزي لسه موجود يعني. انا عم حاول اني انا بدي اقفل باب الغرفه، لسه ما لحقت حط القفل بالباب، بدي اقفل يفتح علي الباب، وكمان الثاني سكران بيهجم علي وببلش بده يعتدي. انا كنت عم حاول اني هرب حالي من الموضوع، انه عم صرخ عم عيط، انه اي حدا يسمعني من الجيران، اي كائن يعني، ما في اي شيء يخليني اقدر افكر بانه انا بدي اعاقب جوزي ولا كيف. بس كان همي الوحيد انه انا كيف بدي اهرب من بين ايديه، ومستحيل ارجع على البيت مره ثانيه. للاسف لا، اعتدى علي. بعد ما اعتدى علي وخلص راح يعني. ايمتى رجع جوزك؟ بعد شي ساعة يمكن، بعد ما طلع رفيقهم بساعة شو صار؟ رجع متضايق. كان هون بلش يمكن يصحصح، صار يضرب حاله ويعصب، وكيف عملت هيك وانا ما بعمل هيك. مالي قدرانه كنت لا اسمع نفسه ولا اسمع صوته ولا لا اسمع حتى باسمه. كيف انا هيك كيف رضيت؟ انا صرت لوم حالي فعلا هي اللحظه بعد ما راح، صرت انا قديش لي غبيه. انا كيف رضيت باني اكون مع هيك حدا؟ شو تصرفتي بعدين؟ طبيت غراضي ورحت على بيت اهلي. خبرتي اهلك بالموضوع؟ اول فتره ما قدرت اخبر حدا، اول فتره بس قلت بس اي حدا بشوفه قدامي بدي اتطلق، وفت بحاله اكتئاب وشديده كمان. ما قدر حدا يفوت لعندي على الغرفه. بابا كنت خاف منه، اذا بدي اشوفه قدامي مستحيل اقدر اتقبل اي حدا اشوفه. حتى امي صرت خاف منها، فكنت قاعده بالغرفه لحالي، ضليت اكثر من 3 اشهر وانا على نفس الوضع. لبعدين صاروا اتعالج وجبت دكتور نفسي وتعالجت عند دكتور نفسي، وقضيت حاله صعبه كثير كانت. وهون هذا الوقت كلياته انا ما بعرف عنه شيء، انا بعرف انه لساته هو بحياته. فجاه لهلا ما حدا بيعرف؟ انبلا عرفوا. انا قلت لاهلي لانه هن كانوا مفكرين انه هو منيح، انه هو لا ما بصير يا بنتي تتركيه، معلش قد ما بيغلط الزلمه قد ما بتخانقي انت وياه. فلما انعصبت اخر تعصيبه وقت انه خلص يعني صرت بدي احكي، انه كيف يعني كيف كون يعني ضل مع هيك واحد. ف بالزور كمان قدرت هدي بابا واخي مشان ما يطلعوا ويعملوا عاي معه. راح راحت علي انا بس، راح راحت علي انا بس. هو قضى حياته ما بعرف شو عم يعمل، ما بعرف عنه شيء. ما بعرف انا عنه شيء يعني، حتى اسمه سمعانته مره واحده ويمكن كان ما بعرف شو اسمه، حتى نسيت. ما بعرف يعني، ما بعرف كنيته، ما بعرف شو بيشتغل شو حياته، وما بعرفه شخصي يعني، شكله ما كثير بعرفه. حتى لما اعتدى علي انا مالي شايفته يعني، انا مالي شايفه قدامي اصلا. مين بتلومي؟ هلا للصراحه اكثر شيء بلوم حالي، انا اللي غلطت، انا وافقت وما كنت مخبره اهلي انه هو هيك. انا جريت حالي على الغلط وقبلت انه يفوت رفقاته لعندي على البيت، قبلت اصلا انه يلعب قمار، قبلت اصلا اني اتجوز واحد عم يلعب قمار. هي اكبر غلطه عملتها يعني. بعدين دريت انه مات بعد ما طلعت من حاله الاكتئاب ورجعت لحياتي وشغلي وصرت شوف عالم وصار الوضع انه شبه طبيعي. فدريت انه مات، وصلني خبر بس ما بعرف هو انتحر قتل حاله، هو قتلوه، هو جرعه زايده. الحقيقه ما بعرف شو صار معه. حسيتي حالك ارتحتي لما سمعتي الخبر؟ ارتحت كتير، حسيت حالي مثل الله أخذ لي حقي يعني. وما بعرف هو يمكن إذا كان صاير له شيء وحاسس فعلا بالذنب، أنا كنت بتمنى إني أنا أشوفه بهذا الوضع اللي وصلني هو إله. الحالة أنا كنت متمنية أشوفه بأي حالة بتشبه الحالة اللي أنا عشتها بهي الفترة. بتقدري تقولي الله يرحمه؟ لا لا، وهو وبقربره الله لا يسامحه، لا وهو وبقربره الله لا يسامحه من قلب قلبي، لا هو ولا رفيقه اللي ما بعرف عنه شيء.